يلعبوا لاكوريت تلقى العلامه ديما شي وين تروح تعلقوا. انا بور مو تبهديله فهمت زعما كونكوا زعما حنا لي زالجيريان زعما شغل وين نروحوا تلقاونا مازالنا بالعقليه هذيك تاع بكري والله العظيم. ما سي فري ترموا العلام هذا مثلا وكونترير انت باش تبين باللي انايا زعما شغل الجيريا وكذا احترم هذا العلم. كي يلعبوا الجزائر ولا كي يلعبوا كذا وي صافي بليزير هذه الحاجه احترموا علم تاع الجزائر. زعما لعبوا الجابون كوستاريكا احترموا العلم هذا مثلا زعما شغل وين نروحوا تلقاونا مازالنا بالعقليه هذيك تاع بكري. عودة قضية الخريطة الوهمية، هل بدأت المناورات مجددا بوضع الخريطة على قميص الخريطة الوهمية ستتواصل، خاصة أن فريق نهضة بركان يؤكد أنه سيلعب في المنافسة القارية بهذا القميص الخاص بالخريطة الوهمية. الأمور قد تصل إلى الانسداد وقد نعيش سيناريو آخر مثل ما عشناه الموسم أو العام الماضي مع فريق اتحاد العاصمة الذي تصوروا منذ الموسم الماضي أو منذ الموسم الرياضي الماضي. سامي العماري، نحن نتجه لقضية القميص الوهمي أو الخريطة الوهمية مكرر، يعني قضية بيس. الجزائر أنا أظن أن وشاوي صرف هذا الدوسي أمر خطير وخطير جدا، ويستوجب من الطرف الجزائري الاستعداد ماشي حتى تطفر باش نروحوا نديروا فورفي ونخسروا سواء السياسي ولا اللي يسمى يحطوا فورفي. صرنا كيما صرات العام لا ولا المولوديه ولا كاين فرق مغربيه في رابطه الاحرار. احنا بول مومون نهضروا على بركان. لا الفرق الاخرى تقدر ما بداتش الرغبه في هذا الشيء جامي يهضروا على هذه. انا نهضروا على المحتملين السياسي ولا يا رضوان. انا حبيت نركز على بعض النقاط. بريفمون النقطه الاولى كيفاش طاس لافير صارت في اون افريل 2023 2024 الموسم الماضي. كما قلت نتايا لي زوديونس يبداو سي دو جامي في. الوغ حنا كي درنا لا دوموند الاستعجاليه رفضوها لنا سور بلاص. شفاو هذه سي الاستعجالي مي رفضونا لنا سور بلاص. نعم مي وعلاش لافير خليتها 8 موا باش يبداو لي زيديسيون ستادير الفيرديك يقدر يروح ل 2025. هذه النقطة اللي يعني تخليك تخمم شوية باللي هناك تحايل. أنا بور موا شوي كونفيكو باللي هناك تحايل. النقطة الثانية السكرتير جينيرال ديال لاكاف واش كان يقول؟ كان يقول نستناو لا ديسيزيون دو باس باش ناخذوا القرار تاعنا في الكاف. ما استناش القرار تاع باس هذا الأسبوع ولا صافي أسبوعين اموند امون تاع $40,000. وعلى من لو كان طبقوا القانون لو كان ماشي حنا رابحين نحاول السانكسيون تاع 2 ans عطاونا غرامه. انا بور لو مومون سي اون سانكسيون سانكسيون كونت اون ا ايتي اليميني سو لو تيران. منعونا بالتتويج واتحاد العاصمه كان كاباب يدي هذيك لا كوب دافري هذيك لا نحاولنا لا بريم تاع لا دومي فينال. ما تنساوش الخاوه حنا حبسنا في لا بريم تاع الكارت فينال ونا با بري لا بريم دو لا دومي فينال والان نزيدوا نخلصوا $40,000. الان خرجت هذه النقطه هذه اللي قلت عليها وهي الاهم، هي الخارطه. الكل يعلم يعني سيتين فريق قريب من الفريق المغربي عطاو لوكاج. انا جو مو دومون ليكيبونتي مغربي ليكيبونتي اوفير تو يعني ليدي جايه من الطرف المغربي يعني يفو ميو ديال لا فيريتي. يا رضوان اسك هذه بس هذا ستان دوسيا وجدوه فريق بركان ولا الفيدراليه المغربيه باش يحطوه حجه في الجلسات تاع 13 نوفمبر باش يقولوا ماشي غير حنا اللي درنا هذه كومباراسا داروها كونتر المغرب. اسك فهمت تاخير لي زوديونس ل 13 نوفمبر هاد العفسه تاع لا ديسيزيون تاع الكاف جاب لي ربي كل المعطيات تشير الى انه راهي تعمل ضد الجزائر. صب انه اذا احنا الطرف الجزائري ما وجدناش روحنا لا ريبونس باسكو الانسان يقول الحقيقه في الكاف واحد ما يرحمنا اذا ما وجدناش لا ديفونس الى لا ديفونس في الطاس ولا ديفونس ايفونتويلمون ولا خسرنا في الطاس راح نتجهوا الى ان دوزيام فورفي اللي ما يساعدش الجزائر. سي امبوسيبل
كو اشاك فوا دوكا اون ايكيب الجيريان نطيح نعم. مع بركان نروحوا فورفي كوم دي نوفيس، سي با بوسيبل. واضح. دونك انا ناشد الفيدراليه الجزائريه لكره القدم لازم توجد لنا، توضح لنا ورقه الطريق تاعها في هذا الدوسي. واضح. معاذ نمرودي، كيف ترى الوضع؟ الأمور أصبحت المؤامرة تدبر وتحاك ونخشى أن يتواصل الأمر في نهائية كأس إفريقيا. لو فاز من هذاك الوقت يقول لك هاي لافيرت الخريطة، كاع نديروا الخريطة ويديروا الخريطة الوهمية اللي يعرفها العام والخاص. ولا رضوان، يتضح انه القضيه اصبحت قضيه سياسيه وتعدت الشان الرياضي بكل نعم. صراحه، لانه اليوم احنا ننتظر الطاس هي اعلى هيئه سنريا نافوا ما عندها حتى علاقه مع الاتحاد الافريقي للعبه. الاتحاد الافريقي اصدر قراراته ولكن فيما يخص الغرامه على اتحاد العاصمه، ولكن اليوم الطاس هي المطالبه انها تنصف الطرف الجزائري اليوم وتنصف اتحاد العاصمه في هذه القضيه، لانه نعلم انه كيف تدار الامور اليوم في الاتحاد الافريقي بكل وضوح. نعلم انه اليوم الخروقات الكاف هي نفسها تخرق في قوانينها. الارتيكل 60 من قانون العتاد على مستوى الاتحاد الافريقي واضح وضوح الشمس، ويقول لك ما توضعش الخرائط ولا قليم والرسومات وشعارات سياسيه على القمصان. طبعا هي تقول انه ما يسمى وزير الطاقه التقى بوفد من الجمعيه تاع البرلمانيه تاع حلف الناطق من اجل تنسيق الامن. الدوله اللي عندها سياسه، عندها سياده، تجي الناس تستثمر وهي اللي تضمن الامن نتاع المنشات ونتاع الاشخاص اللي يجيو للدوله هذيك. اذا احنا ماناش نعملوا في البروباغندا كما يعملها النظام. قال لك انت راك علاش ما يجاوبكش على اسبانيا؟ لانه ما عندهمش جواب. هذو الناس اللي تابعين للنظام والازلام نتاع النظام، هذو الطرح تاعهم كيفاش؟ اذا كان هذا اللي يسموه سياده الرئيس وفخامه الرئيس، اذا كان قاقع كما عوشش كما الفروج يقولوا والله غير ما شاء الله قوي، وإلى قاقع كما الجاجة يقولوا عنده حكمه وعنده براغماتيه. عندهم الاثنين. يقول تبون ما نستوردوش. إذا متابعينا الكرام، شنو بان لكم أن الإعلام الجزائري دائما كيهضر مؤخرا على الأندية المغربية اللي داروا مجهود كبير باش يوصلوا للقمم. الفرق أو الأندية المغربية داروا مشاركات متميزة في البطولات الإفريقية والعالمية، وهذا الشيء خلاهم ياخذوا الاحترام ديال الاعلام الجزائري. بدا كيعطى في المستوى العالي ديال الكره المغربيه، كيشير بالانضباط والتكتيك اللي كيلعبوا به اللعابه. فوقاش ما كانت شي مقابله كبيره كتجمع الفرق المغربيه مع شي فريق افريقي ولا عالمي. زائد على هذا الشيء الدول الافريقيه اللي كيستقبلوا الفرق والانديه المغربيه كيوفروا لهم احسن استقبال، وكيكونوا كيتسناو يشوفوا كره زوينه ومنافسه قويه من الانديه المغربيه. اذا متابعينا الكرام، بغيتكم كاملين توصلوا هذا الفيديو اكثر من 10 لايك، لان الاعلام الجزائري كيشوفوا الاراء ديالكم وكيشوفوا التعاليق ديالكم، وكذلك كيتستروا على هذا الشيء اللي واقع في الجزائر، وما بغاوش فضيحه امام الاعلام العربي وامام الاعلام العالمي. اذا كما قلت لكم، وصلوا هذا الفيديو اكثر من 10 لايك وكتبوا لنا اراء ديالكم اسفل الفيديو باش يوصل هذا الفيديو للاعلام العربي والاعلام العالمي.